أولمبياد الرياضيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التلاميذ المقبلين على المنافسة الخاصة بأولمبياد الرياضيات، الفيديو هذا مهم جدا. الفيديو هذا راح نحكيو فيه على كيفية التعامل مع موضوع الخاص بالأولمبياد بالسهولة المطلقة. تبع معايا مليح مليح. طبعا هذا الموضوع تاعنا، تبع معايا. هذا الموضوع تاعنا. تقول لي استاذ عليه زوج، نقول لك قادر هذه الصفحه الاولى وهذه اللي من لورا ليكتو فيرسو، متفاهمين؟ طبعا موضوع الاختبار نفرضوا، تبع معايا مليح، نفرضوا باللي فيه 10 مسائل. مساله 1، مساله 2، مساله 3، مساله 4، مساله 5، مساله 6، مساله 7، مساله 8، مسألة 9 ومسألة 10. ممتاز. الآن أنت راح تجاوب على الموضوع هذا وحاب تجاوب على أكبر عدد ممكن من التمارين. راك معايا؟ حاب نجاوب على أكبر عدد ممكن من التمارين. طيب يا درك أنا أول حاجة نديرها ما هي؟ ما نخليش هذا اللي يحط الموضوع يستدرجني. مثلا المسألة الأولى سهلة، مع نقرأ المسألة الأولى تجيني سهلة بعد نروح نجاوب عليها. لا، هنايا كنلحق. هنا راك على بالك شويه، هنايا راك بديت الفشل تاعك. علاه بديت الفشل تاعك؟ لانه شغل استدرجك وكنت تعود المساله الثانيه صعيبه. مادام بديت بالاولى سما احتمال كبير تروح للثانيه، وكنت تروح للثانيه وتلقاها صعيبه. واش دير؟ تفشل هنايا. تبدا دماغك بعد يتخرود. وما فات صرا لكم في الاختبارات دماغك بعد يخوض هكا، شغل تولي تشوف فيها كحله، تولي ماكش فاهم واش راح تجاوب. وما فات صرا لكم في الاختبارات، وانا على بالي واش قاعد نهضر لاني نعرف التلاميذ مليح مليح. الخطوة الأولى تقرأ موضوع الاختبار تاعك جيدا. اقرأ على الأقل 2 مرات. عندك 3 سوايع ونص، تقرأ 2 مرات يكفيو. متفاهمين؟ متفاهمين. أنا قريت الموضوع تاعي 2 مرات. طيب يا نشوف مع روحي، اسكو أنا درك على بالي بالتمارين هذه؟ اسكو كاين مثلا أكبر عدد ممكن من التمارين، على الأقل مثلا 6 مسائل، اسكو رسخوا في دماغي، شفيت على المعطيات تاعهم. نفرضوا باللي راك ما شفيتش، متفاهمين؟ نفرضوا زيد عاود اقرا المره الثالثه. سيبو كي تقرا المره الثالثه قضيه الامر، درك تولي على بالك بالتمارين. درك واش معناتها الهضره تاعي دي؟ درك تقدر تحدد شكون هو التمرين الاصعب وشكون هو التمرين الاسهل. داكور؟ داك ولي تعرف تحدد. قريت 3 مرات الله يبارك. الاولاد انا نعطيكم في طريقه احترافيه، والمعلم زكريا معروف بانقاذ التلاميذ. حنا ننقذوكم ما نخليوكمش تروحوا هكاك. شوف معايا، درك انا عندي 10 مسائل، كون يعودوا 5 مليحه، كون يعودوا 7 مليحه، كون يعودوا 10 نورمال، كون يعودوا 20 مساله ما يهمنيش انا فيه. متفاهمين؟ درك وليت نعرف انا شكون هما المسائل السهلين وشكون هما المسائل الصعاب. نبدا نكوشي. الاولى جاتني سهله، والثالثه جاتني سهله، والرابعه جاتني سهله، والثامنه جاتني سهله، والعاشره جاتني سهله. درك انا عندي 1 2 3 4 5. كي نقول لك سهله معناتها راك عرفت طريقه الحل تاعها. داكور الاولاد؟ مليح. درك تروح تجاوب على المساله الاولى والثالثه والرابعه والثامنه والعاشره. راك جاوبت على، الله يبارك، راك جاوبت على 5 مسائل من 10. سما راك جاوبت على النص. 1 على 2. ها طيب يا درك هادو راهم كلاو لك وقت كبير، صح ولا لا؟ درك انت دير في حسابك مليح كما قلت لكم في فيديو سابق. ما تخممش انك تخلص موضوع الاختبار، خمم انك تجاوب على اكبر عدد ممكن من المسائل. هكا يخموا التلاميذ الاذكياء، هكا يخموا التلاميذ الممتازين. ما يهموش، هو المهم يجاوب على اكبر عدد ممكن من التمارين. نعطيك على سبيل المثال مثلا تروح حتى الموضوع الاختبار، عندك اختبار خاص بالفصل الثاني. هاك معايا مليح، اختبار خاص بالفصل الثاني. شوف معايا، اسكو خير بيناتهما، اسكو تجاوب على جميع التمارين ومن بعد تلقى باللي اكثر من نصهم غلط، اكثر من نصهم غلط، الاجابات خاطئه حول الاسئله، ولا تجاوب على مثلا الموضوع هذا تجاوب على نص الموضوع بصح كامل صحاح. انا نفضل تجاوب على نص الموضوع كامل صحاح وما تبداش تخلط للاستاذ وتصعب عليه التصحيح ومن بعد الاستاذ يولي، فهمتوني حاب نوصل لكم. لذلك كي نقرا الموضوع جيدا نختار المسائل اللي جاوني ساهلين نجاوب عليهم. درك انا كي نجاوب على حاجه سهله المعنويه تاعك ترتفع اوتوماتيكمون. هكا راس الانسان، هكا مخدوم الانسان، المعنويه تاعو ترتفع.
تفهمينا؟ درك يجي باباك انت قاعد يجي باباك يعطيك 100,000 خي ترتفع المعنويه تاعك، صح ولا لا؟ نفس الشيء هذيك شتا هذيك 100,000 كيعطيها لك باباك شغل ترتفع المعنويه تاعك. نفس الشيء في موضوع الاختبار، كي تجاوب على تمرين صحيح ترتفع المعنويه تاعك، زيد جاوب على هذا صحيح هذا صحيح تولي معنويات مرتفعه، يولي دماغك يبقى يخمم برك في الاجابات تاع التمارين المتبقيه. من بعد تروح دركا تبع معايا مليح، دركا هذا ما قدرتش هذا ما قدرتش هذا ما قدرتش في الوهله الاولى، هذا ما قدرتش هذا ما قدرتش. درك انت كي خلصت التمارين اللي جاوبت عليهم صح اللي بالاحمر هادو، دركا تروح اللي بالاسود، صح ولا لا؟ مليح. كي تروح اللي بالاسود درك انت راح تقرا المساله اللي تجيك اسهل فيهم بكل وعرفت طريقه الحل تاعها ابدا بها. تفهمين؟ مثلا نفرضوا باللي جاتك هذه نوعا ما لقيتها بيبري تعرف الخيط، ودير في حسابك اولمبياد الرياضيات فهم السؤال يساوي الجواب. راني نكتبها لكم، فهم السؤال يساوي الجواب. ما كانش منها هذه نصف الجواب، هذيك باكري نصف الجواب. درك فهم السؤال يساوي الجواب. درك نتايا لقيت طرف الخيط قضي الامر، هذه راحت. زيد هنا لقيت طرف الخيط قضي الامر، لكن خلص عليك الوقت. ها الغالب بقاو لك زوج ما جاوبتش عليهم، ولا ثلاثه ما جاوبتش عليهم، ولا اربعه ما جاوبتش عليهم، بصح لكن لقيت روحك الوقت مازال، زيد بروفيتي شويه منا وشويه منا وشويه منا، شويه يعني على الاقل لوح شويه كلمات منا، كيما نقولوا شويه جمل صحاح، وشويه معطيات صحيحه هنا وشويه معطيات صحيحه هنا وشويه معطيات صحيحه هنا. درك انت تلقى روحك جاوبت على سبعه صحاح، هاك معايا جاوبت على 7 صحاح، والثلاثه هذوك اللي مازالوا جاوبت على نصهم صحيح، يعني شغل 1.5 تيجي عندك 8.5. الله يبارك 8.5 صافي 17 على 20، 17 على 20 من هذا المنبر نقول لك راك ناجح. شفتوا الطريقه السليمه للتعامل مع موضوع الاولمبياد؟ لذلك الاولاد هذه هي الطريقه الافضل على الاطلاق، تبعوها. وانا على بالي واش قاعد نهضروا بربي ان شاء الله كامل تسكاليفاو للدوره الثانيه. ربي يوفق ولادنا ان شاء الله وربي ينجحهم. ما تنساوش المعلم زكريا الاولاد، ما تنساوش المعلم زكريا، لايك كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع زملائكم وكثروا لنا من اللايك، سيرتوا اللايك يا الاولاد. هكذا الاولاد هيا تهلاو، معلم زكريا يستنى الاف اللايكات، وصلنا ل 100,000 200,000 لايك، وبربي ان شاء الله رانا معاكم حتى للاخير. سلام.